صباح الخير يا صباح الفل على احلى متابعين ايمي. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي. هي الوصفه دي بالطريقه الدمياطيه، في ناس بتعملها كده وفي ناس بتعملها بطريقه اخرى، بس انا هوريها لكم احنا هنا بالظبط في دمياط بنعملها ازاي، وبجد هتبقى طعمه. انصحكم تجربوها. وحابه اقول لكم برده جمعه مباركه عليكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك ويكتب لنا بقى تعليق حلو. فتعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه النهارده، وتوقعوا الطبخه هتكون ايه. ايوه زي ما انتوا شفتوا احنا النهارده هنعمل السمان الدمياطي. طبعا هنا غاسله السمان كويس جدا على بيات ومنضفاه ونقعه ملح وخل وليمون، وغسلته برده وشطفته من كل ده، وحاليا هو جاهز معايا. وهنا بقى احنا عملنا هنا البصله بالمرتة. قطعت 10 بصلات على قدهم، هما دول 10 سمانات، قطعت 10 بصلات كبار. تمام، وحطيت عليهم ملح وفلفل وكمون وقلبتهم في بعض، وكده المرتة معانا جاهزه. احنا هنعمل السمان بالطريقه. احنا هنا عندنا استمان زي القرع، لازم نعمله مرتة ونحشيه ونطبخه بيه، بجد بيبقى تحفة. بشوف اغلب الناس اللي هي بتعمله من غير ما تحشيه، ماشي حلو جميل، بس بجد طعم المرتة بتفرق كتير قوي، سواء في بط سواء في سمان سواء اي حاجة بتتحشى المرتة بيبقى طعمها خرافي. فتعالوا مع بعض، انا هوريكم دلوقتي احنا هنحشي السمان ومش هنخيطه ولا هنعمله بالخله. هوريكم احنا هنعمله ازاي بطريقتنا. بس دلوقتي احنا زي ما قلنا لكم غاسلين السمان كويس قوي، فهناخد على طول المردة اهو ونحطها جوه، نحشي بيها السمنية كده، نخليها ايه مليانة. هعمل بقى كل السمان بالطريقة ديت، وهنرجع مع بعض نشوف احنا هنقفله ازاي عشان نطبخه. بصوا احنا كده حشينا السمنية، يعني بعد الحشو يعني بقت حجمها مضاعف اصلا. هنجيب بقى الخيط بتاعنا، بس مش هنخيطها. اول حاجة نمسك رجليها كده وهنلف حواليها الخيط، نجيب طرف الخيط كده وهلف حواليها الخيط كده اهو بالشكل ده اهو. تمام، وهنقوم عاملين رجليها كده اهو، وهنلف برضه، هنلف رجليها بالجسم بتاعها اهو. شايفين كده اهو. وهنطلع بقى بالخيط لفوق، احنا هنلف بالخيط هنطلع بيه لفوق، وهنعمل برضه خيط بالطول كده اهي، شايفين اهو بالطول. يا رب يكون التصوير واضح، حركة ايديا واضحة. تمام، وهنقطع طرف الخيط بقى اللي احنا قطعنا بيه، هندخله في انهي عقدة، يعني اي عقدة من مثلا هي في فراغ اهو، هندخله جواه ونعمل عقدة اهو، ونلف اخر طرف في الخيط اهو، نلف مثلا حوالين الجناح حوالين اي حاجة فاضية، وبكده هنكون مكلفتينها. شايفين هنا مش هتعرف تطير ولا طايرة من الحلة. إيه الخيط طبعا ده مش هيتأثر في الطبيخ، وما نيجي نقليها برضه هيفضل ماسكة نفسها. وبعد ما بنقليها ونخلص احنا طبعا بنقصقص الخيط ده بالمقص، وهتشوف كل ده معانا. هكمل انا بقى الكمية دي كلها بالطريقة دي، شايفين اهو اهي بالطريقة دي كده. تمام، وهوريلكوا شكله في الاخر. رجعتلكوا بقى باخر واحدة كنت بعملها معاكم، او مسكت الرجلين لفيت عليهم الخيط تمام، بعد كده حطيت الرجلين كده تمام لتحت، وارجع الف الرجلين مع الجسم بتاع السمان اهو. اضربي عدي الخيط على كل فتحة، وانت ضامة السمانة كده وبتلف عليها الخيط اهو. شايفين اهو الطريقة دي، هنضمن السمانة ما تتفتحش خالص مننا، ولا المرتة اللي فيها تبقى في الشوربة او في الحلة، وكده مش هنبقى مستفادين بيها. بلف بالعرض، بعد كده برجع الف ايه بالطول هنا السمانية عشان اقفلها من فوق. قفلت معانا من كل حتة، في حتة لسه تحت اهو، برجع اقوم لفة عليها من تحت اهو. تمام، واقوم بقى ايه قطع الخيط. تمام، قطعت الخيط بقوم بقى موهاه في اي فتحة عندي كده اهوت، يعني موجودة في الخيط، في فراغ في الخيط اهو، بقوم ايه مموهة الخيط جواه. تمام، عشان اضمن ان هو الخيط مقفول صح واللفة بتاعتنا اتقفلت اهو، مفيش فيه اي فتحة ولا اي حاجة.
كده خلصت كل الكميه اللي انا عملتها. تعالوا بقى نرفعها على النار ونشوف احنا بقى هنسويه ازاي. جبنا بقى حلتنا رفعناها على النار ونزلنا شوية زيت ومعاها 3 حبهات حبهان، ولو عندك ورق لورا حطي. نزلنا بقى السمان بتاعنا الحلو كده، هنديله تشويحة حلوة محترمة على الجنبين لحد ما لونه يبقى دهبي الحلو دوت زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى نزلت على المية السخنة، كنت مسخناها قبلها عشان طبعا المية السخنة هتساعد جدا في السوا. هقلبه تقليبه واسيبه بقى لما الريم بتاعه اللي بيبقى على الوش ده يتكون، واقوم شايلاه عشان طبعا الزهامة. وبعد كده احط الملح بتاعه واسيبه يستوي. انا بقى كنت عملت البطاطس قطعناهم مع البصل، حطيت ملح وفلفل وكمون بصل بودر وتوم بودر السبع البهارات، وقلبتهم كويس جدا في بعض مع الملح طبعا، وقلب قلب 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 عشان كله بقى يتلخبط في بعضه. وبعد كده قمت حطيت عليها نقطة بقى ايه زيت، ليه؟ عشان تدينا التحميرة الحلوة ما ندخلها الفرن، فهي بتديها طعم وهي بتستوي. وحطيت عليها الطماطم، ما صفتهاش خالص عشان تبقى تقيلة وحلوة، وخلطت مع الطماطم فصوص توم عشان دي بتفرق جدا في صينية البطاطس. عندك فلفلاية قطعي عليها وحطيها كده في النص، هتفرق جدا في الطعم والريحة. حطيت شوية مية الكبد والقوانص هنعمل بيهم ايه حاجة تحفة اوي. تعالوا اقولك احنا هنعمل ايه. غسلت الرز ونزلت ببصلة في حلة قلبتها وحمرتها تمام لحد هنا، وقطعت بقى الكبدة والقوانص كويس جدا حتت كده معقولة. وهنا بقى كان الاستمرار عندنا بيستوي على النار بعد ما حطيت له الملح. ونزلت بقى بالكبد والقوانص في الحلة مع البصلة وقلبتهم كويس جدا، ونزلت بهم بالرز وبرضو قلبت كويس جدا. وبعد كده نزلت بالمية السخنة. بعد ما تشرب هنسويها على نار هادية. ده منظر الاكل اهو بعد ما خلصنا. ده الرز اهو بالكبد والقوانص، شوربة السمان والبطاطس، صينية البطاطس، ومعانا السمان اهوت اللي احنا طبعا سلقناه وكمان حمرناه وخلاص. فكنا الخيط خالص من عليهم، مفيش في اي حاجة ولا فكت ولا حصل لها اي حاجة. ايه رأيكم بالاكل؟ استنى رأيكم بقى في التعليقات. اهم حاجة تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واهم حاجة اللايك. والف هنا وعافية. تعالوا اتفضلوا معانا.